شركة سبيس اكس، ايوه شركة الصواريخ والاقمار الصناعية، ممكن تكون قربت تطرح اسهمها للكتاب ومعاها الكريبتو على نفس المكان. التقارير الاخيرة بتقول ان خزانة الشركة فيها حوالي 300 مليون دولار من البيتكوين، يعني لو حصل الاكتئاب واحد من اكبر الطروحات العامة في التاريخ ممكن يبقى كمان لحظة مهمة لعالم. ولو الاي بي او حصل فعلا في 2026 زي ما هو متوقع، المستثمرين افراد ومؤسسات مش هيشتروا بس في شركة صواريخ وانترنت فضائي، ده هم بشكل غير مباشر هيستثمروا في شركة عندها اصول كريبتو حقيقية. مزيج غريب ومهم بين التمويل التقليدي وتكنولوجيا الفضاء والاصول الرقمية. في عالم الكريبتو الخطوة دي ضخمة، بتدل ان البيتكوين بقى مقبول مش بس عند الشركات مالية لكن كمان عند شركات التكنولوجيا والصناعة العالمية، وده ممكن يجذب رؤوس اموال كبيرة من السوق التقليدي. بس في اسئلة جديدة بتطلع، ازاي الجهات التنظيمية هتبص لشركات مدرجة رسميا وعندها كريبتو في ميزانية؟ ومع تقلب البيتكوين ومع المخاطر الطبيعية في صناعة الصواريخ والفضاء، هل ده ممكن يخلي سهم سبيس اكس اكتر تقلبا؟ اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.